الله السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. يوم جديد وفيديو جديد من قناتكم الاولى الخاصه بالبلابل. اللي ما بيشترك اشترك، لايك للفيديو يوصل لك اي شيء جديد. محدثكم علي الصياد. هاي فقره جديده مثل ما وعدتكم، نزلت لكم الاعلان مالتها تقريبا قبل يومين او ثلاثه. قلت لكم اكو فقره جديده راح اضيفها للقناه. هاي الفقره حتى نوصل بها المعلومه للهاوي بشكل ادق وبشكل سلس وبشكل مختصر. الفقره قلت لكم راح نسميها من الالف الى الياء. من الالف الى الياء يعني اي شيء يخص هذا الموضوع نشرحه بفيديو مختصر على السريع يعني. المهم، فاليوم عندنا البلبل الوحشي. البلبل الوحشي بهاي الفقره راح اشرح لك عليه. البلبل الوحشي من اول يوم بالقفص تجيبه لحد ما يكون عندك جالس وفاتح كل اللسانات مالته وجاهز حتى ينسمع. اليوم انا جبت وياكم حتى نبدي خطوه بخطوه. هم جبت لي بلبل وحشي، اوكي. هذا صيد جديد مثل ما جاي تشوفون، ده يروح ويجي بالقفص. هذا سميته البروفيسور حتى نعرف انه اعطيته اسم، حتى بس نعرف الطير وين راح يوصل بيا مراحل. الموضوع الحلقه الاولى اليوم تخص موضوع انه اول يوم للبلبل الوحشي عندك. طبعا البلبل الوحشي عندنا مصدرين نحصل بيهن من عنده. المصدر الاول انه انت تصيده، اوكي. المصدر الثاني تشتري او يجيك هديه من احد الاصدقاء. المصدر الاول اذا انت صدته هنا يعني فقرتين اكو بيها من انت تصيده. مرات ترى البلبل من الصيده اذا صدته بالبيت هذا معناته ماله قفاص، يعني 90% يكون مال قفص مهزوم طور. المهم، واذا كان وحشي احنا هدفنا اذا كان وحشي وصيد جديد، هذا اول مره مصيود، اول مره ينحط بالقفص. اذا انت صدته بيدك هنا الموضوع شويه خطر مالته، لازم تركز لي بيه. اول شيء البلبل من لازم تذبيته بالقفص، الاكل مالته لازم يكون اكل معروف للبلبل، هو مو الك للبلبل. هو انه هذا انت تعرف ان هذا البلبل انت جايبه من البر، ما يعرف الاكلات اللي نقدمها بالبيت مثلا تمن او الخبز او غيره وغيره، ولزمته بالبيت اللي هي اوكي. فش تسوي انت هذا البلبل؟ تخلي له اكل معروف. والاهم من هذا الاكل كله هو شنو؟ التمر. التمر كل البلابل تعرفه بصوره عامه. حاول تخلي له تمر بكثره وبمكانات موزعه بالقفص، يعني مو تخلي له اياه بس بمكان واحد، باكثر من مكان، يعني داير مداير القفص حتى البلبل يشوف هاي المكانات. يعني بالركن، فوق، جوا، على المشتم اللي يوقف عليه. فواكه لا تخلي له بالبدايه لانه ما يعرف الفواكه. ممكن تخلي له شويه بروتين بلت. اذا عندك الخلطه ممكن تخلي له خلطه، تخلي له اياه. راح تقول يابا الخلطه ما يعرفها، لا راح يعرفها. ليش؟ لانه بيها حشرات. انا هسه دا استعمل هذا الشيء ويا البلابل الصيد الجديد داخلينهم الخلطه لانه بيها حشرات وبيها فواكه فتجذب البلبل الها. المهم، هاي اول نقطه. ثاني نقطه المي ضروري تخليه بطاسه، لا تخليه بمشربه. هسه انا هذا خاله بمشربه لان هذا متعلم. المهم المي تخلي له اياه بطاسه، لانه البلبل الصيد الجديد ما يعرف شنو المشربه، فتخليه بطاسه. وهم نفس الحاله باكثر من مكان حتى يشوفه. دائما البلابل الصيد الجديد الوحشيات اكو شغله يقولون عليها يابا شنو هذا؟ ينصاد ينتحر. هو يا صديقي وعزيزي ما ينتحر. الموضوع كالآتي، انه ما يندل المي مالته او ما يندل الاكل مالته فيموت، او يظل يضرب بروحه بالقفص فيموت. المهم، هذا البلبل الوحشي اذا انت صايده تسوي له هاي الاجراءات بخصوص المي والاكل. اما اذا انت مثلا انت اشتريته من السوق جاهز، هذا اشتريته من السوق عابر هاي المرحله، يعني عارف الاكل شنو هو، عابر شره مثل ما نقول. المكان الانسب له راح يكون هنا شنو بكلا الحالتين. بكلا الحالتين اول ايام البلبل ينترك بمكان ما بي احد، مو تخلي بمكان تواجدكم. مكان تواجدكم راح يكون هذا غلط. ليش؟ البلبل راح يظل خايف، ما يتقرب يم المي، ما يتقرب يم الاكل، يظل يطاير بالقفص، راح يتعب. شلون هذا تشوفوه زين؟ راح يتعب، راح يسوي في الطير، راح يتمرض يموت. اول ايام خلينا نقول مثلا، ما نقول لك 10 ايام او 15 يوم، لا اول ايام خلينا نقول اسبوع مثلا، ينترك بمكان ما موجود به بشر. ليش؟ حتى الطير شو يسوي؟ يستقر، يشوف اكله، يشوف ميه، يعرف قفصه، يعرف مكانات وين يوقف، وين يروح، وين يجي. يعني مثلا تخليه اذا عندك مخزن فوق، غرفه فوق الذبه فوق، بس يكون مكان قريب على الضوء، يعني قريب على الشباك، مو غرفه ظلمه. او تخليه برا البيت مثلا بالسطح، تعلق له مكان عالي وتخليه بالسطح او بالطرمه. فقط اول اسبوع. هذا شنو ايش راح يصير هنا؟ الطير راح يستقر، راح يندل اكله ميه. اهم شيء ما يترك الاكل والمي، راح ياكل طبيعي وراح يندل المي مالته. بعدها اكو غير مراحل ان شاء الله. هاي المرحله الاولى فقط اذا كان عندك اول يوم ايش راح تتصرف ويا البلبل الوحشي. انتظرونا بالحلقه الجايه.